بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز كريازي 5 شعلة. النار عاملة صوت وبتطير بعيد عن بعض. يعني كده مولع العين دي اهو، ما بتلقطش خالص، مع ان انا مولعها على كده بس ما بتلقطش خالص. هتعمل بوتاجازك في اقل من 10 دقايق، هنقوله 5 دقايق هتعمله. العين دي صوتها عالي جدا اهي، وبرضه هضيع لك الصوت برضه، الصوت العالي. يبقى احنا عندنا العين في النص كويسة واللي قدام برضو كويس. يبقى الاتنين الصغيرين اهي، بص دي ولعة اهي، دي ولعة اهي، بس مش عايزة النار، مش عايزة تتلم مع بعض. هشيل العيون اهي، وهجيب حتة سلك معين صغيرة، حتة سلك صغيرة، واعملها زي زي الشبكة كده، زي فلتر، احطها ايه في الزور، احطها في الماسورة كده اهوت من فوق اهي. هتقول لي هتولع؟ لا مش هتولع. يقول لي ممكن السلكه دي تولع. لا، النار كلها هنا، النار فوق مش تحت. هنا يعتبر زي هوا. الصوت لسه في شغال، نحط حته ثانيه. يعني الصوت ده ما يعملش حاجه، بس في ناس بتخاف من الصوت العالي وبتاع. لا، هنزود حته سلكه تاني، لكن هي النار ما فيهاش حاجه. ثواني كويس. راح الصوت، راح الصوت. بقت كويسة اهي، والصوت راح. حط برضو حتة في اللي قدام على الوش كده. ولو حطيت حتة ولقيت النار بقت عالية لفوق خالص وفيها صفار، يبقى في حتة سلك معين. ده عين طربوش. عايز يتسلك اجيب واحد من اللي زيه هناك اهي. النار اتظبطت اهي، بعيب طربوش. نحط حتة سلكة برضو هناك اهي. حاجة بسيطة جدا، يعني هي في شوية حاجات فنيات كده، فست البيت ممكن تعملها من غير ما تستدعي الفني يجي يعمله لها. وممكن الفني ما ياخدش باله من حكاية السلك المواعين، لكن ده بالنسبة للغاز الطبيعي. بوتاجاز أنبوبة ما ينفعش، عشان في واحد عمل قبل كده حاجة قال لي لا دي دخنت وعمل، قلت له أنا قايل في الفيديو غاز طبيعي مش أنبوبة. اهي تمام اهيت. هجيب انا لو ولعت كده دي هتولع، السلك المواعين يولع من غير الطربوش. تولع امتى بقى؟ لو انا ولعت كده تولع، لكن من غير كده لا. غير كده لا. كده انا بجرب اهوت، كله شغال اهو. يا رب الفيديو يعجبكم، واي حد عايز يسأل حاجة على الواتس وسايب لكم رقمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.